عسلامة. بما انها فترة تحضير العصيدة دونك هذه روسيت بالسكوب المصفي كما باش تشوفوا في الفيديو. تحضيرها ساهل برشا وما يخوش الوقت بالكل، دونك كملوا تبعوا الفيديو باش نشوفوا طريقة التحضير. بالنسبة للمكونات نستحقوا أول حاجة للفارينة، عندنا لهنا 300 جرام فارينة، عليهم باش نحطوا 2.5 إطرات ماء. بالنسبة للسكر أنا هنا عندي 400 جرام، أما هو بالطبيعة يرجع للذوق، نجمو نزيدو حتى 50 جرام وإلا أكثر للي يحب. وعندي لهنا بالطبيعة الزقوقو، خذيت الزقوقو المصفي. طريقة التحضير سهلة برشا. عندي لهنا المكسور حطيت فيه إيترا من الإيترتين ونص اللي قصتهم، دونك هنا عندنا إيترا وتقعد على شراء إيترا ونص. في الإيترا الماء هذيك باش نحط بقية المكونات نرحيهم في المكسور. دونك إترة الماء زدت عليها الفارينة والزقوقو، ونجمو نحطو نصف الكمية، معناها نص إترة ماء مع نصف كمية الفارينة والزقوق ونرحيهم الأولانيين ونكمل الباقي باش المكسور ما يتعباش أكثر من اللازم، وهكاك ناخذ ريسك إنه يفيض. نحرك المكونات الكل ونحط نخدم الميكسور باش يرحي، وهكاكا ما تبداش دونك هكاكا باش تذوب الكعابر الكل متاع الفارينة ويتمازج الخليط الكل بالكدا. بقيت كمية الماء اللي ما استعملتهاش نكمل نشلل بها المعون الكل باش ما نضيعو شيء بالطبيعة، ومن بعد نصب عليها الخليط ونبدأ نحرك حتى لين طبقبق. دونك بالنسبة للنار ما تكونش نار قوية، نار متوسطة وحتى أقل شوية باش الفارينة تاخد وقتها وتطيب بالكدا. بالطبيعة بالنسبة للعصيدة نحركوها بالعصاد باش تتحل أي كعابر موجودة، أما من الأول بما أنها جارية أنا تجيني أسهل أني نستعمل الفوي. أما بما أنه الزقوق مرحي ومصفي والفارينة خدمتها بالكدا في المكسور دونك ما فماش الكعابر. أستوس مهمة برشا في نجاح العصيدة هي زيادة السكر. بالنسبة للسكر ما نزيدوهش الكل فرد مرة، دونك أنا حطيت العصيدة طيب بعد ما غليت، دونك خديتها حتى لين تغلي، خليتها 10 دقائق وهي تغلي وانا نحرك فيها بالكدا، ومن بعد زدت السكر. بالنسبة للسكر نقسموه على 4 5 مرات، كل مرة نزيدو كونتيتي ونحركوا بالكدا حتى لين تذوب الكمية هذيك، ومن بعد نزيدوا الكمية الثانية وهكاكا. دونك نقسموها على 4 5 مرات، والكمية الكبيرة تكون في الاخر باش العصيدة تجينا غامقة. نلاحظوا اللي في كل زيادة متاع السكر العصيدة تزيد تغميق، أما زادة تزيد تجرى وتتحل. هذاك علاش لازم نخليوها تزيد تغلي قبل ما نعاودو نكملو الكمية الثانية متاع السكر. بالنسبة للسكر يكون حسب الذوق، دونك أنا حطيت 400، أما من بعد زدت حسب تقريب 50 جرام، دونك حسب الذوق احنا والحلاوة اللي نحبوا عليها. مهم ياسر في العصيدة بالطبيعة إن نذوقه. باش نلخصوا طريقة التحضير، عنا نخلطوا في الميكسور الفارينة والزقوق والماء، نخلطوهم مليح باش الكعابر تتحل، بعد نحطوهم على الغاز يطيبوا على نار هادية حتى لين الخليط يبقبق مليح وزادا يعقاد، ومن بعد ما تغلي العصيدة بالكدا وقتها نبداو نزيدو السكر تتحل وتجرى وتغمق. بالنسبة للسكر ما نزيدوهش مرة واحدة، أما نزيدوه على 4 5 مرات، وإحنا نخدمو في العصيدة بالكدا ونحركو نعصدو باش تتحل وما تكعبرش وخاصة ما تشدش من اللوطة. تطيب العصيدة ياخو بين 20 و30 دقيقة الكل في الكل على الغاز. أما أستوس أغلبية الناس يعملوها باش يضمنوا نجاح العصيدة باش ما تجيش جارية وإلا عاقدة أكثر من اللازم. هي وقت اللي خلطنا المكونات الأساسية اللي هي الفارينة الزقوق والماء، الخليط هذا كان ناخذ منه كمية صغيرة حتى لوش نحطوه يطيب في كسرونة على الغاز ونخليوه يبرد باش نشوفوا التكستور متاع العصيدة. كانها جارية نزيدوها شوية فارينة، كانها عاقدة نزيدو الماء. دونك نعملوها هذه قبل ما نحطوا الكمية كاملة متاع العصيدة على النار. علاش؟ على خاطر من بعد اذا كان باش نزيدو الفارينة بعد ما غليت العصيدة وقتها باش تكعبر
وباش يصعب ان نصلحوها. دونك نحطو كمية صغيرة نجربو بها ونشوفو تكستور العصيدة شنو باش نصلحو فيها، والا اذا كان هي جاتنا باهية من الاول دونك نحطو العصيدة طيب. بالنسبة للعصيدة كيف نهبطوها من النار، ما يلزمش تكون عاقدة خاطر هي بعد ما تبرد باش تزيد تجمد. دونك ماذا بينا كيما نشوفوا في الفيديو تبدا جارية هكا، بعد كيف تبرد وناكلوها تكون اونكتيوز، ما تكونش جامدة ولا بالطبيعة جارية على الاخر زاد. ان شاء الله تجربوا الرسائل، طريقة التحضير اكيد تنجح معكم، وان شاء الله كل عام حيين بخير.